امتى قررت او استاذ احمد قرر ان هو خلاص هيطلع من الاقليم او الحيز بتاع انه يتدرب في مكتب محامي او مكتب استاذ كبير، ويستقل بنفسه ويقول خلاص هيبقى عندي المكتب الخاص بيا والشغل الخاص بيا؟ امتى؟ وهل القرار اللي انت خدته ده بتندم عليه او كان بدري او كان متاخر؟ بيتحدد بناء على ايه؟ انا اخدت القرار ده بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، لما لقيت نفسي لما حضرتك تسألني سؤال اقدر اجاوبك عليه بكل اريحية. ودايما انا بقول ده لاي زميل ليا او اي محامي لسه بيبدأ حياته، لما يكون عندك المقدرة ان شخص ما يسألك في اي مسألة قانونية، على الاقل يكون عندك من 70 ل 80% من المعلومة. لسه النقطة دي مش عندك، يبقى لسه شوية. لما اقدر اقف في المراية واقول لنفسي قدام ربنا سبحانه وتعالى انا اقدر اشيل امانة الشخص اللي يحطها في رقبتي. مش سهل انك تفتح مكتب محامي او مكتب محاماه وتقدر تشيل مسؤوليه شخص او امانه في عنقك ربنا سبحانه وتعالى اللي حاسبك عليه. لازم اكون قدها، واكون قدها بالمعلومه، بالممارسه، بالتعلم، بالوقوف قدام المحكمه، بالاجتهاد، بالسعي في ضروب الدليل، ان انا اقدر اجيب الدليل ازاي. كل دي مقومات بتقول في الاخر افتح مكتب او ما افتحش. ما فتحتش مكتب غير لما بقى عندي المعلومه، وبعد فضل ربنا سبحانه وتعالى ان انت لما تسالني سؤال اقدر اجاوبك عليه بكل قوه. وانا رحت لمصدر المعلومه، بحثت عنها كويس، وقفت قدام المحكمه فيها، تمرست المهنه على ايد استاذي، حضرت قدام المحكمه مره واثنين وثلاثه وعشرة ومية. ما بقتش هايب ان انا اقف قدام المنصه، ما بقتش هايب ان انا اخد حكم في قضيه اجتهدت فيها، ما بقتش هايب ان انا اشيل مسؤوليه اي قضيه كائنا من كانت هذه القضيه. لكن الموضوع مش مرتبط بفتره معينه؟ لا خالص، مش مرتبط بفتره معينه. هو متفاوت ما بين حد من شخص لشخص؟ لا، ممكن يتفاوت من شخص للتاني. في شخص مجتهد، يعني في شخص دخل مكتب محاماه وهو راجل باحث، بيحب جدا 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 انه يبحث عن المعلومه، بيحضر قدام المحكمه، مجتهد جدا، لا يتوانى انه يعمل وانه يشتغل بجهد كبير، وانه يبحث. هيوصل جدا، وهيوصل بسرعه. المهم الشخص ده تمرس فعلا ولا لا. يعني اعرف اشخاص ممكن يقعد في مكتب محامي 20 سنه و25 سنه و15 سنه وكتير جدا، بس هو ما سعاش للنقطه دي، لم يسعى لها. جميل جدا. فسعيك انت هو اللي بيحدد حضرتك امتى تقدر تفتح مكتب محاماه. الفرق بين محامي المكتب ومحامي المحكمه؟ لا، هو ما ينفعش نقول محامي مكتب ومحامي محكمه، يعني بيبقى في جزء غالب. في جزء غالب. ولكن الغلبه محامي المحكمه. ويعني ايه محامي محكمه؟ ما هو حضرتك علشان تبقى محامي محكمه لازم تبقى محامي في المكتب. انت عايزين نقول ان المحكمه هي المحطه الاخيره مش الاولى. المحطه الاولى المكتب ده بجهز فيه قضيتي، افتح فيه المرجع اللي انا هرجع فيه، اكتب فيه مذكرتي، ابحث فيه اوراق القضيه كلها وافندها، اكتب حوافظي ومستنداتي، وبعدين اروح للمحكمه. طب هل دور المحكمه اقل من دور المكتب؟ لا، اكبر واكتر. هنا بقى الممارسه الفعليه على ارض الواقع. احنا جهزنا دنيتنا في المكتب، ننزل قدام المحكمه نعمل ايه؟ نفرغ الطاقه او المعلومه او التجهيز اللي احنا جهزناه قدام بقى محكمه الموضوع، في المرافعه، في المذكرات، في الحضور امام المحكمه. ده الفيصل. قصدي ان في ناس الغالب عليها بيبقى المحكمه، فلما بتكبر بانها مش شاطره غير في حته العمل الاداريه فقط. لا، في فرق. انا ما اقصدش العمل الاداري. العمل الاداري هو جزء لا يتجزأ من المحاماه والمحامي. حضرتك لو صاحب مكتب بس مش عارف الاداريات دي بتحصل ازاي، تقدر تقوم مكتبك؟ تقدرش. حضرتك صاحب المعلومه، حضرتك قدوه للاساتذه اللي تحت ايدك. كل اللي بقوا في مكتب واحد هم كلهم زمايل. في واحد صاحب مكتب ده هو اكبر سنا واخ كبير. طيب انا حضرتك محامي لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ينفع اقول لك روح اعمل العمل الاداري الفلاني وانا مش عارفه؟ لازم اكون عارفه عشان اقول لك عليه. انت ممكن تتطور في العمل الاداري اكتر مني لانك تمارست في العمل الاداري اكتر مني، انا بقيت قاعد في المكتب اكتر منك، تمام كده؟ لكن جنبا الى جنب، سايد باي سايد كده، حضرتك تنزل المحكمه تعمل الشغل الاداري وتحضر الجلسه وتحضر في مكتبك. جميل جدا. لان انا بعمل الثلاثه برضه. يعني راجل صاحب مكتب مثلا بعمل الثلاثه، اعمل شغل اداري، مش عيب. الشغل الاداري ده هو اللي بيكمل. يعني ايه شغل اداري؟ يعني قرار جلسه، يعني تصريح محكمه، يعني تنفيذ قرار محكمه، يعني اعلان. يعني هل ينفع الشغل او القضاء ان انا امشي في قضيه من غير ما يبقى لها عمل اداري؟ ما ينفعش. ينفع اعمل قضيه من غير ما اعمل لها اعلان؟ ما ينفعش. ينفع انفذ قرار المحكمه من غير ما اجيب قرارها او تصريحها؟
ما ينفعش. ده برضه قانون. يبقى الاثنين مكملين لبعضهم البعض. ما ينفعش عمل اداري من غير محكمه، وما ينفعش محكمه من غير عمل اداري. الاثنين لا ينقسموا. فالمحامي اللي بينزل يعمل عمل اداري ده شريك، ده شريكي في القضيه. شريكي في القضيه ازاي؟ من غيره الدنيا تقع، القضيه تشطب، او قرار المحكمه ما يتنفذش، او ما اعرفش حتى ميعاد الجلسه، فمن غيره انا اقع. حضرتك معايا؟ من غيره انا، شوف حضرتك اهميته اكتر من اهميتي. لو انا مثلا بحضر الجلسه بس بتندرج تحت بند قانون في الاخر، سواء اجراءات جنائيه او مرافعات. طبعا الاعمال الاداريه زي ما بقول لحضرتك كده هي 80% من القضيه. جميل. 80% من القضيه، قد تكون 90% من القضايا المدنيه والقضايا الاخرى غير القضايا الجنائيه. طيب بالنسبه للقضايا الجنائيه هي 50% الاداري و50% المرافعات والحضور امام المحكمه. فالعمل الاداري ده مهم جدا جدا جدا. عايزين نخش في حته النقد الاجنبي ونتكلم فيها باستفاضه. واولا انا عندي سؤال، يعني ايه نقد اجنبي في القانون؟ ايه جريمه نقد اجنبي في القانون؟ عايز اوضح حاجه مهمه قوي. اولا النقد الاجنبي او قانون النقد الاجنبي او احنا بنقول عليه قانون البنك المركزي، ده قانون خاص، يعني مش بنقول قانون العقوبات، ده قانون من القوانين الخاصه. ويطرح امام المحاكم الخاصه اللي هي المحاكم الاقتصاديه. يعني ايه بقى نقد اجنبي؟ النقد الاجنبي معناه التعامل في العمله الاجنبيه غير الوطنيه، ده معناه. طيب القانون بيعاقب على ايه؟ وايه الجريمه اللي ممكن شخص يقدم بها الى المحكمه في النقد الاجنبي؟ هو التعامل خارج المصارف الحكوميه. التعامل مش الحيازه او الاحراز. يعني مفيش حاجه اسمها تهمه ان سينا من الناس احرز نقد اجنبي او احرز عمله غير وطنيه. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انه تعامل في النقد الاجنبي خارج المصارف الحكوميه. تعامل في النقد الاجنبي خارج المصارف الحكوميه، والتعامل معناه اني اتعامل بالعمله دي واغير من عمله لعمله خارج المصارف الحكوميه، يعني خارج البنك وخارج الصرافه، خارج المؤسسات المنوط بها التعامل في النقد الاجنبي والمصرح بهذا التعامل من الحكومه او من الدوله. يعني القانون بيعاقب كل شخص تعامل في النقد، والتعامل ده معناه تبادل في النقد خارج المصارف الحكوميه، ولا يعاقب الحيازه او الاحراز. جميل جدا. ازاي حضرتك بتعالج القضيه دي من اول ما بتستقبلها؟ القضيه دي لها نوعين. جميل. طبعا احنا من كام سنه، من 2022 القانون ما كانش فيه قضيه عمله، احنا بنقول عليها بالمعنى الدارج قضيه عمله اللي هي النقد الاجنبي، تنزل امام المحكمه الا ان يكون هناك اذنا من محافظ البنك المركزي. يعني دي من القضايا المعلقه على شرط. يعني ايه معلقه على شرط؟ يعني لا يجوز التحقيق في هذه الدعوه الا ان يأذن محافظ البنك المركزي. يعني ما ينفعش شخص يتقبض عليه ويتحقق معاه الا ان يأذن محافظ البنك المركزي بذلك. ده رقم واحد. طب بعد محافظ البنك المركزي ما يأذن تنزل قضيه جلسه؟ لا، يرجع تاني يتبعت جواب لمحافظ البنك المركزي بالتحريك بما انتهى اليه التحقيق. النيابه حققت بعد ان استأذنت محافظ البنك المركزي، حققت مع احمد سامح، حققت مع الاستاذ محمود فيما يخص الدعوه. خلاص كده تبعت هذا التحقيق لمحافظ البنك المركزي، احرك الدعوه ولا ما احركهاش؟ انزلها جلسه ولا لا؟ اذا اذن المحافظ البنك المركزي القضيه تنزل قدام المحكمه ويفصل فيها القضاء. طب اذا لم يأذن تحفظ اوراق الدعوه. ده كان امتى؟ اخر وقت له سنه كام؟ 2022. عدل القانون. لذلك قضايا النقد الاجنبي بقت كتير. القضايا دي بقت كتير دلوقتي ليه؟ لان اتوضع شرط جديد وهو في حالة التلبس يجوز. ايه بقى يعني ايه؟ يعني ما بقاش موضوع قضايا النقد الاجنبي متوقفة على تحريك من محافظ البنك المركزي طالما ان هناك حالة تلبس. يعني لما البيت ضابط يقول انه ادرك جريمة تعامل في النقد الاجنبي بعينيه او باحد جوارحه، ياخد المتهم بالفلوس يعرضه على النيابة، النيابة تحقق وتنزله جلسة دون ان تلجأ للسيد محافظ البنك المركزي. قانون قال في حالة التلبس يجوز للسيد الضابط ان يقبض على المتهم، يجوز للنيابة العامة ان تحقق، ويجوز للنيابة العامة ان تحرك الدعوى الجنائية.